دم باش تماشاوان هێژا vê xelekê re bi navnîşana pind û wate ev xeleka çil û şeşayê ez ê bixwînim ji vê pirtûka xwe yan pindên Kurdî. Sal 2014 de me çap kiribû 3400 pind tê de hebû 17 salan mikarî bida ser hev û ez ê bêjim bê kanî بعربي زي بيجم. سعدتم مسانا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي تحت عنوان بند وواتا بمعنى حكمة ومعنى. أقرأها من كتابي هذا. قمت بجمع هذا الكتاب خلال 17 عاما وطبعته في العام 2014 في مدينة باطمان شمال كردستان. يحتوي الكتاب على 3400 حكمة كردية. سوف أقرأه بالكردية مع شرح بسيط والعربية مع شرح بسيط. كرد بيجن دلالیه بردلی جا خوبو بچوک برای خوبو. دلالیه بردلی جا خوبو بچوک برای خوبو. چما ایگو بچوچک دلالی بردلی جا خواه. چما دلالی بردلی جا خواه مرا نازدکی گو ای بچوچکه. جبرگو الجم چانده دنجی وانه. ای بچوچک گو ایگ داویتین بلکی بابو دی یانده دبیجه هاو بس نما زاروکتین. اویاب ای بچوچک مرو شاد به جبرگو ای بچوک گلک حنکی وان هنه هدی گاواگ چارپیکات مشن گاواگ گوتناد بیجن گاواگ حنکات کن و چاغي گلک راست البردلی جا خو و باوی خشیرین اجا گاواگ دبیجه چه دلالیه بردلی جا خو بچوکه برای خوبو بچوکه برای خوبو هذا مرة شو نازدك يعني تنازبك يجيك دلالية جا خوبه أو يبچوچك به. الكرد بيقولوا مثلا يعني كتير مدلل عند قلب أمه بيكون صغير أخوته. يكون صغير أخوته. فليش؟ لأنه الصغير وقت بيحبو وقت بيمزح وقت بينطق كلمة بيكون محبوب من الأم كتير ومن كل العيلة كمان. يادن كرد بيجن دي ودوطان شركرن كيم عاقلان باور كرن. دي ودوطا شركرن كيم عاقلان باور كرن. از بیم چه دیسا گری تماشاوان گواز خلکی تخوینم از ونا گرین لو کومنتاج بو خاطر یک پیشروج لی بنره شاش نبی يعني ببورن لمه دوت چنه دوت كچن يعني قيزن افديه دوتيوي يعني قيزيوي كچكيوي تبي گاواگ شرد نابێناوان چێبوو پەفچوون ناوان چێبوو کەسێ نەزان باوەڕکردن بە هەف کەتنە دێ و دۆت بە هەف ناکەون ji ber ku gelekî ji hevdû hez dikin tê jî ji dota hez dike û dot jî ji dê hez dikin. الحكمة الكردية بتقول الأم وبناتها تخانقوا يعني الغشمة أو قليلي العقل صدقوا يعني لا حدا يصدق إنه الأم وبناتها عم يتشاجروا أو في بيناتهم عداوة أبدا لا لأنهم بيحبوا بعض كتير. هذا هو المثل. يادن كرد بيجن دو سري نوك هفبن السر بالي فكي رانازن چما افسر جنو ميرد بيجن نيرو مي خورتو كتش كواكي دو سري نوك هفبن يعني مجيوان ننزيكي هفبه مجيوان رامانيوان خونيوان ننزيكي هفبن هردو كبات بيل سر بالي فكي رانازن ديمك سر جنو ميرد بيجن تبيك نزيكي هفبن كنا نزيكي هفبن شارتنا ويدوري هفهرن يان هفدور نشار بمين ويجيانا وان قال لك ينخش به افتي في واتي يعني الكرد بيقولوا الحكمة الكردية بتقول انه اذا راسين مو مثل بعض لا يمكن يناموا على مخدة واحدة. القصد على الزوج والزوجة يعني اذا افكارهم اذا شوي من الشيء اللي براسهم مو مثل بعض ما يكون متشابه ما في شيء مشترك بيناتهم فما بيحوون بيت واحد حتى إذا عاشوا مع بعض يعني بيعيشوا بشقاء بعذاب. يادن كرد بيجن دستي تعبي السرزقي تيرة دستي وستياي چما السرزقي تيرة جبرگو دست وستياي كار كريه
کار کریه پرا آنی مالی خوارن آنی مالی پیدویه جیانی آنی مالی جبروی هاوی زگیوی تیر بوی نبر چی بنا گوک ایگو کار ناكي ونكار تشتكي بينه مالي. الحكمة الكردية بتقول أنه الإيد المتعبة على البطن الشبعانة، لأنه الإيد المتعبة هي الإيد اللي بتعمل تشتغل، فبتجيب احتياجات البيت وحاجيات البيت، فأكيد راح يكون البطن اللي بيخصها هالإيد تكون مليانة، مو مثل الإيد اللي المرتاحة اللي ما بتشتغل وما فيها تجيب على البيت. يادن دفي زود بندار خليل كسي بيوار زفي ببورن زفي زود بندار خليل كسي بيوار زفي شخوا أو جيغو دار لي تشيدبن أو شخواز دارانو تشيك ويدار تشيبن يعني جيان بردوان ببه جبرقو جي هي قو تشتكلي تشيبه خلي يعني آخ لسري وي كسي إيغو واري وي تن يعني إيغو واري وي تنه ووك أو دارا أقول نل ناف زبيه به ترني تنبن دارستانا به كنكي بيشي وبيجي كرن أبي هالسر وارو جرينجيا ولات تيغوتن. الكرد بيقولوا الحقل، يعني الحقل أشجاره بتنمو بسرعة، يعني بالترجمة الحرفية أنه خلي التراب على رأس الشخص اللي ما عنده وطن، بهالمعنى أنه الشجرة بتنمو بمكانها. المكان يعني هذه الحكمة بتركز على قيمة المكان، قيمة الوطن، أنه ما دام في إلك وطن راح تنمو بسرعة، وكل شيء في مكنوناتك راح تطلع، لأنه أنت على أرضك، على وطنك. الحكمة خاصة بقيمة الأرض، قيمة الوطن. دزي بستانا مكر هات زبستانا چما جبوش زبستانات مكر زبستانا جبرقو تشو دم تشو بستان ده هافيني دتشيد بن اونزانن هافين درباس بوز زبستان وقت مثلا قانون دي تقادم تشيد به بوز زبستان كاد زبستاني مكر جيبه وكيج وجبشا وبطيخه وخياره وراب ويبكوج مكر بيجي كسري جيناك. الحكمة الكردية بتقول سارق البساتين بيقر على حاله أو بيعترف على حاله بالشتاء، لأنه البساتين أصلا بستان كلمة كردية جاي من بو يعني رائحة، ستان هي الموطن، كلمة يعني مو ضروري واحد يقول غير عربية، 100% غير عربية. العرب ما فيهم ينسبوا هالكلمة لحالهم، يعني موطن الرائحة. ولكن صار المتعارف كمان أنه البستان يقولوا مثلا بستان البطيخ، بستان البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، بستان الخيار، صاروا يقولوا عنه كمان بستان. فالبستان بالأصل عم يصير وموارده عم تجي بالصيف، فالحرامي لما بيسرقهم بالصيف فيه يعترف على حاله بالشتاء، لأنه الموضوع بيصير قديم بالشتاء، يعني بيمر عليه الخريف وبعدين بيجي الشتاء، حتى إذا اعترف على حاله ما حدا بيقطع راسه مشان سرقته. یادن کورد دبیجن باویتا سوارا کشت یان پیا کشت دبیجه مر و چو. اول سر انجام چیه؟ نما گرینگ کیوی کشت، نما گرینگ گچاوا چی بو، انجام چو بو، نتیجه يعني انجام چو بو مر چو. يعني سوار يقول هسب سوارتي بيا يقول سرنجي خونه كواك جيت برسن او لوان فد جرين بيمرو چو، انما جرينج بچرنجي هاتبو كشتن قلكي جير جرينج كوكبافي مرچو. الكرد بيقولوا انه يا ترى الفرسان قتلوا ابوك او السياره اللي بيمشوا على رجلهم، فبيجاوبهم وبيقول مات وراح، بمعنى مو مهم طريقه قتله، ولكن المهم بالنسبه له هي النتيجه وهي فقدانه لابوه. فاحيانا النتيجه بعد ما الشخص بيعرف النتيجة، الأسباب ما بقى في ضرورة الأسباب، لأنه لا يمكن معالجة هالأسباب بعد فقدان الشخص طبعا. يادن كرد بيجن أفاد جداهي هيدنا برا جزيرة وكوبانة دا عفرين أزن زانم كاروشاية چية. كرد بيجن دشرادة خال وخارزي ودشوربيدة آب وبرازي، يعني
في المعارك الخال وأولاد أخته أو ابن أخته، وبالأكل الشوربة يعني، بالأكل العم وأولاد أخوه. از شما بعربی گوت کردیز بیجم لیل کوبانه ترسی وی هاوی بیجن کوبانه دبی د شراده آب و برازی و د شوربه ده خالو خارزی کارن هر دو آلیاجی بیجن کوا گجبرگ و خال گل کی زاروکه خواخو حز دکن و چه بونجی يعني خوارزید بر خالاده شر کرنه اجا لگوری دفرید مینه يعني دفرا مولو هات گوتن کوبانه نرخو قيمته بيتردن مثلا آب و برازي والجمع دفراج سيري خالو خارزي. الحكمة الكردية بتقول أنه بالمعارك الخال وأولاد أخته، وبالأكل العم وأولاد أخوه، بمعنى أنه الخال بيحب أولاد أخته أكثر ما أنه العم يحب أولاد أخوه. وهاي بترجع للمناطق، لأنه كل حكمة انقالت بظرف معين، بتاريخ معين، بحادثة معينة. يعني يمكن الحكمة صارت بمنطقة معينة، الخال وأولاد أخته كانوا يعني متعاونين أكثر من أي أمر آخر، بعكس العمومة. طبعا العمومة وأولاد الأخوة لأنه في مصالح بيناتهم، ميراث، في أمور المصالح تتضارب، بتصير فرقة بين الجميع. سورس باس أحمد یادن کورد بیژن دوی جرباندی چیترج ماستینه جرباندی دو چما جبر گوت ابنتني سر دو وماستي گوتن يعني كسيت وي بجربين چیتر ايگو كسيت نه وي ناس بكت بنا قالوا راست نراسته ايگو توي بجربين شخوات شما دبي چیتر توي جرباندي تناس كريد انجام ده باشه اوكي نگو گرك از ديسا حوالكي جبو ويجي ام بيجن ام هبدور كاركي تكنز حوالكي دن بينم ناكا كوفا افواريتا يعني حوالات توان او جرباندنه باشن تيچما هنك دنش شبيفي وان بينه جبرقو تجربه او هرتشته تجربه او ادرسته او اراسته. الكرد بيقولوا ما بعرف الدو يعني الشنينه، يعني يقول الشنينه المجربه افضل من اللبن الغير مجرب. والعرب كمان بيقولوا اللي بتعرفه افضل من اللي تتعرف عليه. بس هون عن التجربة، انه الشخص اللي انت مجربه افضل من الشخص اللي انت لسه مو مجربه. يادن كرد بيجن دستي بالتاني دنج جيناي شما دستي بالتاني دنج جيناي دستك تاني به چقاسي مير به خورت به چافره به لنكار تشتكي مزن بك دبيك هف كاري هبه آلي كاري هبه دبيك جريدان هبه جبولو قوات ملتكي الدبينة بدستي هفدو ناقرن وكردا جبولو بي دولة مانا تاروجا إيرو بدست هفقرتبانا تهيز سيرفي خاكي نكاري بوبان ليه بدستي هفدو ناقرن. الحكمة الكردية بتقول الإيد الوحدة ما بيجي منها الصوت. يمكن العرب كمان تقول الإيد الوحدة ما بتصفر، هاي ما بدها شرح أصلا. يا داوي كرد بيجن دافي روفي ندق هاتري دقود تحلى دافي روفي ندق هاتري دقود تحلى شما يشخر خوش بك نابي والله دافي من ندق هاي أشكستم الخد عنين يعني خذ بينا الخد عنين نا ويبي تحلى نخش قبل سر قال لك كساد بيجي وتجيب دستي وانا كد بينا والله من قصدي وتشيب ويجي قال لك تشتات تشيب ويا يعني الحكمة الكردية بتقول إنه القطة تما ما كان يصل على العنب كانت تقول والله العنب حامض. فمو موضوع بس القطة وغيرها، لا نجيبها على البشر كمان. إذا الشخص ما يطلع بإيده شغلة بيتحجج، ما بيقول نتيجة ضعفي نتيجة عدم مقدرتي، لا ما بيقر بالواقع، بيقول بيطالع لحاله حجج تانية. هذا هو شرح مبسط عن بعض الأمثال الكردية ويعطيكم العافية. بيقولوا بكرداي چند پند بشيرو وكرن مالا وآوا تا خلق قدن هم بمين تخشيه ده سباس جوار